صباح الفل. تعليق سريع على اللي حصل امبارح. حاجات كتير حصلت امبارح. آه اهمها طبعا برنامج الاهلي مع الرايق، لان هو لو لسه في بقى ادعاء للحياديه والكلام ده، يعني يدور على حد تاني يصدقه يعني. طبعا كده كده مش متصدق من زمان، بس امبارح كان زي ما تقول ايه، خلاص يعني بصم بالعشرة يا جماعة. ايه البرنامج ده؟ هو برنامج النادي الاهلي اللي بره قناة النادي الاهلي، او البرنامج اللي لما بيقول اخبار بيبقى لها وقعة اكبر، عشان برنامج محايد وانا محايد والكلام ده، فبقول اللي واللي عليا. فطبعا الكلام ده امبارح كان بيأكد انه بلح. وفعلا انا نفسي حد يسأله بقى، زي ما هو بيسأل الناس في برنامجه التاني امتى بتبقى فايق ورايق. انا عايز اعرف حد يسأله هو امتى بتبقى فايق ورايق. انا اقول لك هو امتى بيبقى فايق ورايق. هو بيبقى فايق ورايق لما يبقى يطلع اي حاجة في الزمالك. بيبقى فايق ورايق لما يحاول يبين ان الزمالك دوت يعني نادي متواضع، او نادي بيحصل فيه حاجات او اخطاء والكلام ده، مقارنه طبعا بالحته التانيه اللي ما بتغلطش. ولو حصل حاجه صغيره في نادي الزمالك لازم نكبرها والكلام دوت. وجماهير نادي الزمالك ديت عددها قليل فمش مهمه، فلازم اقدرها. والجماهير التانية انا لازم ابسطها، ولازم اعمل لها بقى البوستات بقى والتويتات اللي بتجيب زي ما بيقول بتجيب حرايق بقى ومش عارف حطينا مين في الباور بانك وحطينا مين على الشاحن والكلام الفارغ ده. ولازم ابين ان اللي يختار النادي الاهلي ده عمل الصح وما اجرمش. امبارح طبعا القصه بتاعت الصدفه، هو قال لك مش صدفه والكلام. طبعا الموضوع ده يعني ده تظبيط محامين يعني، وبسم الله ما شاء الله يعني كابتن زيرو عاجبني قوي ان هو مكمل مع محامي. يعني فعلا مفيش قضيه ما خسرهاش يعني. ودى كهربا ورا الشمس، بيع هدومه تقريبا. حتى لما جه يقف مع عبد الله السعيد خسر القضيه، فبيخسر كل اراضيه. وما شاء الله تحركاته كلها. يعني امبارح زيزو قدم للزمالك على طبق من ذهب قصه ان لا في بقى حد مستنيك، ولا حد هيضربك، ولا حد هيشتمك، ولا الكلام ده. فاكر بقى ان هو بالمقلب اللي عامله دوت ان هو هيجي ومحدش عارف، فالناس هتتعصب حد هيشتمه، وجايبه بودي جاردات. منظر قميء. اقسم بالله انت وصلت لمرحله يعني، وتقول لك انا تحت امر الزمالك. بامانه ايه تحت امر الزمالك؟ تحت باماره ال 25 يوم اللي انت ما بتجيش يوم التمرين، ولا باماره يوم الماتش اللي هو يعني الزمالكاويه كلها مستنياه عشان يصعدها قبل نهائي البطوله اللي هو الزمالك كان نفسه ياخدها عشان تحلله مشاكل، وانت رايح تطلع فيزا امريكا عشان تلعب مع النادي التاني؟ ولا بأمارة احتفالك مع الجماهير وانت تقول انا هنا وانا هنا وانت مخلص في حتة تانية؟ بأمارة ايه؟ بأمارة ولا ضحكت على الزمالك وقلت انا مش عايز امشي والكلام ده، وقعدت تعيط لناس عشان ما تمشيش، وجيت دلوقتي لما بقى نقعد معاك طلبات وواحد واثنين وثلاثة وابويا واخويا وعمي وبعد كل ده جاي بتقول انا تحت امر الزمالك؟ يعني ده لو الزملكاويه دول يعني ما عندهمش ذرة عقل مش هتقول كده يا راجل يعني. المهم اديك جيت، ولا حد عبرك ولا حد لمسك، و... ونص اللعيبه ولا حد عبرك. واي لعيب عبرك هو حر يعبرك، لكن اي لعيب زملكاوي هينزل لك بوست او يعمل لك اي حاجه واخويا والكلام ده، هو هيتعامل زيك بالظبط يعني، إن ما كانش اسوأ يعني. على العموم انت زي ما قلت انت هتيجي تلف حوالين التراك زي ما انت لحد يوم 5 6، وبعد كده يا معلم ان شاء الله تروح ريال مدريد يعني براحتك. يعني انت رايح يعني مكان ما فيش اي حد يتمنى يروحه يعني، زملكاوي يعني، فانت براحتك يعني. فطبعا الكلام اللي حصل كله دوت تظبيط محامين وانت جايب البودي جاردات والكاميرات مستنياك والكلام ده، ومفاجأة وجايب شلة صحابك، وجايب المدرب اللي بيمرنك يعني، وجايب لي نفخ عضلاته يعني، اللي يعني ما حدش هيقرب لك يعني عشان هو موجود عادي يعني. هو ممكن الناس كانت تمسكه هو تدققه علقه يعني، ومحدش يلمسك انت يعني، بس قشطه. بس ويجي بعد كده بقى في البرنامج الخبر يعني بيتقدم، والكاميرات اقسم بالله تحس ان ده لعيب جاي يمضي.
تحس انه يوم توقيع. ما تحسش خالص ان ده لعيب متمرد، ان ده لعيب سايب فرقته 25 يوم، ان ده لعيب منقطع عن التدريبات، منقطع عن الماتشات، ان ده لعيب عايز بيعمل كل دوت وعقده لسه ما خلص، بيتقدم على برنامج الاهلي مع رايق ان هو مغوار، ان هو فاتح الفتوح يعني، وموكب بقى وكاميرات مستنيه والكلام ده. فطبعا وطبعا قصه بقى ايه ده شغل اعداد، طبعا ده مش شغل اعداد خالص، لان انت رئيس التحرير بتاع البرنامج بتاعك قبلها، قبل ما زيزو يجي الزمالك بساعتين عامل فيديو ما جابش سيره الموضوع. فده موضوع وقتي، ده التليفون جالك من المحامي ابعت كاميرات احنا هنروح والكلام ده وهنصور، وباتفاق طبعا مع جبلية القرود والكلام ده كله، التمثيليه دي تحصل. لكن يعني الشغل ده في الاخر يعني ما بيجيبش نتيجه يعني. و وامبارح طبعا بيراميدز خسر، والاهلي كسب. ويوم الخميس الحكم بتاع ماتش الاهلي اللي انسحب فيه، اللي محدش بيستجرى يقول كلمه انسحب فيه في ماتش الاهلي مع رايق. وهنشوف الماتش يعني هو الحكم حاجه من الاثنين، يا اما الحكم يحصل ان العقوبه تتنفذ كامله، يا اما الحكم يحصل ان الماتش يتعاد. لكن اللي اي حاجه في النص ده هيبقى اسمه تدليس يعني، وتغيير للحقائق والجو ده. وبس. وهيبقى الزمالك هو الزمالك، واللي يمشي من الزمالك مع الف سلامه. والزمالك ما بيقفش على حد. و... واي زملكاوي بيطلع في برنامج الرايق، انا عارف ان انتوا تقريبا ماضيين عقود بقى وشروط جزائيه والكلام دوت، بس فعلا يعني لو حد يقدر فعلا المفروض اي زملكاوي بجد ما يطلعش مع الراجل ده. وشكرا.